كنت كل يوم اقول له تعالى نقعد ناكل ايس كريم على الكورنيش، لقيته داخل عليا بكل الايس كريم اللي انتوا هتشوفوه ده عشان ما عادش يخرجني. لا وانا لابسه ومتشيكه وكمان ببص في الساعه واقول هو الراجل اتاخر كده ليه؟ اتاريه بيلف على كل السوبر ماركت يلم لي كل الايس كريم بتاع دومانسي العبد. خلاص ماشي يا سيدي، انا مش هخرج. احلى حاجه ان انت جبت لي نوع الايس كريم اللي انا بموت فيه، دومانسي العبد. شايفين يا جماعه جاب لي كل الانواع اللي بحبها، الشوكولاته والمانجا والفستق. الله الله بجد على الفستق وجماله وطعمه وسكره الهادي الحلو قوي. ما هو الحر ده عايز ايس كريم يا جماعه. طبعا العلبه اسمها روفانا زي ما انتم شايفين كده، وهي طبعا تبع ايس كريم العبد زي ما انتم شايفين. جميع بقى انواع الفليفر، كمان لمه العيله فيها جميع انواع الفليفر اللي انت عايزاها، فيها المشكل، المانجا والفراوله والشوكولاته، وكمان موجود فيها الحليب. يعني حاجه كده عظمه العظمه. موجود كمان اللي هي لمه العيله دي بتكون 3 لتر، وفي منها كمان اللي هي ال4 لتر. يعني الايس كريم اللي كنت باكله بره كل يوم هو ده، وما كنتش اعرف لان هم اصلا اللي بيوزعوا لكل المحلات، هم اصلا بره يا جماعه. اسعارهم حلوه جدا، وعاوزه اقول لكم ان الايس كريم مظبوط جدا، سكره حلو قوي. عاوزه كمان اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انا بقالي فتره مش بشتري حاجتي غير من مصنعهم لانهم عندهم حاجات كتير جدا غير الايس كريم. تابعوا صفحتهم وهسيب لكم صفحتهم تحت في اول كومنت مثبت وكل ارقامهم علشان لو حابين تتواصلوا معاهم. احلى ايس كريم، والناس اللي عايزين يعملوا بقى مشاريع اتفضلوا، عندكم بقى احلى مشروع من العبد. ايس كريم دومانسي العبد، روفانا لمة العيلة، احلى ايس كريم في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين يا جماعة بقى، انا قعدت بقى قلت اوزع على كل اللي موجود في البيت. بصوا بقى كده، انا طبعا خلصت نص الايس كريم وانا قاعده. خلاص يا جماعه، جالي الحاجه اللي بحبها، جالي الحاجه اللي كل يوم بره كنت بطلع اكلها، انا خلاص جبتها خلاص في البيت. شكرا بجد. شوفوا عمال بقول لهم ايه، يلا مش مهم، انا مش عايزه اخرج ولا يهمني ان انا اخرج. خلاص دومانسي العبد معايا يا ناس. لو حسيت ان الفيديو رطب على قلبك كده، ما تنسيش تعملي شير وشاركيه مع كل اصحابك.